ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده جايه لكم بشويه حاجات فظيعه. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب كل منتجات الشعر وبجرب حاجات كتير، وطبعا بحب اجرب الحاجات الطبيعيه. وفي دكتوره اسمها دكتوره جاكلين بعتت لي وقالت لي ان هي عايزه تبعت لي شويه منتجات، وصراحه انا قلت لها ان انا هجرب المنتجات وهقول رايي بصراحه. يعني لو المنتجات عجبتني اوكي هتكلم عنها، ما عجبتنيش مش هتكلم عنها. وبجد يا بنات انا مجرد ما استخدمتها انا كان في مشكله عندي في شعري ان هو هايش وان هو ناشف شويه، لان انا كنت اخر فتره كان عندي شويه مشاكل وكنت مش مهتميه بشعري. بس بامانه من ساعه ما استخدمتهم وحاسه بطراوه، والهيشان يعني قل جدا وشكله حلو جدا وبقى طري جدا. مش عايزه اقول لكم المنتجات دي عجبتني جدا، واكتر حاجه عجبتني فيها ان هي منتجات طبيعيه. الشامبو بتاعها زيرو سلفات، ما فيهوش اي سلفات، وطبعا احنا عارفين خطاير السلفات كتير قوي على الشعر. المنتجات كلها من زيوت طبيعيه، منتجات فعلا جميله جدا. هكلمكم دلوقتي على شامبو سيلا وحمام الكريم بتاعها خطير جدا. ده بالكرياتين والبروتين وبزيوت الطبيعيه بزيوت جوز الهند. مش عايزه اقول لكم بيرطب حلو جدا. وكمان حمام الكريم رهيب، مجرد ما بتحطوه على شعركم بعد الحمام بتحسوا بفرق شاسع في شعركم، ان هو طري جدا بيفك التشابك، يعني بجد خطير جدا. واكتر حاجه بقى عجبتني اللي هو شامبو سيلا ده زيرو سلفات، رهيب جدا. عايزه اقول لكم مش عارفه باينه عندكم ولا لا، انا استخدمته كذا مره بجد رهيب. ده شامبو معالج حلو جدا. وطبعا البلسم ده رهيب، يعني لما اكون مستعجله وعايزه اغسل شعري بسرعه من غير ما احط حمام كريم واخد وقت طويل، مش عايزه اقول لكم الشامبو والبلسم ده فرقوا جدا جدا. ومن الحاجات اللي انا حبيتها وباينه اهي استخدامها اهي، من الحاجات اللي انا حبيتها الليف ان بتاع الشعر ده رهيب. مش عايزه اقول لكم بيتحط على شعر مبلول بيبقى خطير جدا وبيرطب جدا. بحطه على شعر مبلول او على شعر ناشف بجد حلو جدا وبيشيل الهيشان، وعجبني جدا من اكتر الحاجات اللي في قلبي بجد. وعجبني كمان يعني بطريقه حلوه جدا، بس لازم ترجوه كويس قبل ما تستخدموه، بجد رهيب. وبرده السيرم الشعر ده حلو برده للهيشان. صراحه هي زودت معايا في الهيشان عشان قلت لها انا عندي مشكله في الهيشان، فهي جابت لي كذا حاجه، فصراحه كلهم كانوا احسن من بعض. السيرم ده رهيب بجد حلو جدا وبيرطب وبيدي لمعه حلوه للشعر. والكريم ده صراحه انا ما جربتوش لان انا مش بحب احط كريمات على شعري، بس يعني الجواب باين، يعني الحاجات دي كلها حلوه فاكيد ده حلو. بس ده صراحه هخلي ولادي يستخدموه لان هو بالبروتين والكرياتين. ومش عايزه اقول لكم يعني من احسن الحاجات بتاعتها ان ريحتها حلوه. وكمان يعني بصوا انا استخدمت نقطه صغيره، انا ماليش قوي في الكريمات، يعني بحب قوي الليف ان وبحب السيرم اكتر من اي حاجه تانية، فانا بالنسبه لي دول افضل بكتير. لكن الناس اللي بتحب الكريم رهيب. وكمان انا ناويه استخدمه مع اولادي، يعني اولادي عندهم هيشان في شعرهم فهبدا استخدمه لهم. وهقول لكم دلوقتي على اكتر حاجه انا حبيتها، هو الصابون المغربي. انا جربت حاجات كتير بس مش بتعجبني قوي. ده رهيب، مش عايزه اقول لكم يعني بيدي ترطيب ونعومه للجسم فظيع. ده من اكتر الحاجات اللي انا حبيتها، لان انا جربت منتجات كتير من الصابون المغربي وما عجبنيش، لكن ده رهيب. وعايزه اقول لكم ان انا استخدمته كذا مره وكل مره بتبقى احسن من اللي قبلها. مش عايزه اقول لكم يعني بيدي ترطيب ونظافه ونعومه فظيع. وكمان بيشيل الجلد الميت، وكمان كل منتجاته طبيعيه 100%. فدي الحاجات اللي دخلت قلبي قوي. وبرده من الحاجات اللي هي بعتتها لي اللي هو مبيض السنان ده، بنحط نقطتين على فرشه السنان ونغسل بيهم سناننا. صراحه انا استخدمته كذا مره وبرده بيديني افكت ونتيجه حلوه، بس انا ما جربتوش كتير، انا استخدمته مرتين ثلاثه بس. في المرتين ثلاثه اللي انا استخدمتهم برده كان كويس ومرضي بالنسبه لي. بصوا بالنسبه لمزيل العرق صراحه ريحته حلوه قوي، بس للاسف انا ما استخدمتوش لاني انا استخدمت مزيلات عرق كتير قوي ما ريحتنيش، فمفيش غير نوع وحيد بس اللي بستخدمه ومريحني جدا. فصراحه مش عايزه اغيره لان انا بشرتي حساسه جدا. وصراحه انا ما جربتوش، بس صراحه هو ريحته حلوه وكمان ناس كتير بتشكر فيه، بس انا صراحه ما جربتوش. بصوا بقى معايا من الحاجات اللي عجبتني جدا ماء ميسلر ده، اللي هو بننضف بيه بنشيل منه مزيل الميك اب. صراحه خطير جدا، بيرطب البشره بطريقه فظيعه بعد الميك اب. طبعا بنرجه رجه حلوه كده، وبعد كده بنستخدمه بقطنه. رهيب بجد، انا جربته وحبيته جدا. اما بقى الحاجتين اللي دخلوا قلبي واللي مش هينفع استغنى عنهم ودايما هطلبهم من دكتوره جاكلين، هما الاثنين دول. وطبعا مع الشامبو والبلسم وحاجات الشعر دي دايما هطلبها منها. اللي بقى الحاجات اللي يعني خطيره، المخمريه دي. خلي دي على جنب دلوقتي. مش عايزه اقول لكم المخمريه دي ريحتها حلوه. بصوا انا استخدمتها قد ايه، مش عايزه اقول لكم ريحتها خطيره. يعني انا من الناس اللي بعشق الكريمات وبعشق الترطيب. بصوا رهيبه، بصوا بتدي نعومه رهيبه للبشره. بصوا ترطيب عالي جدا، وكمان ريحتها يعني ثابته،
يعني مش عايزه اقول لكم من اكتر الحاجات اللي عجبتني جدا، وبتدي ترطيب حلو قوي، لان انا عندي بشرتي جافه شويه، فمجرد ما بستخدمه بحس بطراوه بتستمر معايا يوم كامل صدقوني. فدي من الحاجات اللي فعلا مش هستغنى عنها، ودايما اطلبها من الدكتوره جاكلين. اما بقى الحاجه اللي حبيتها قوي مرطب الشفايف، ده فازلين معالج للشفايف للتشققات. طبعا انا بستخدمه في الشتاء كتير جدا، فده من الانواع الرهيبه اللي بجد يعني مش عايزه اقول لكم ترطيبها خطير، وكمان لونها حلو قوي. بصوا ناعمه قد ايه، يعني دي من الحاجات برضو اللي انا حبيتها جدا. مش عايزه اقول لكم تجربتي مع منتجات سيلا كانت حلوه قد ايه، وانا هسيب لكم لينك الصفحه وهسيب لكم رقم الدكتوره. مش عايزه اقول لكم منتجاتها حلوه جدا وطبيعيه جدا جدا. وطبعا انا قلت لكم الريفيو ده بمنتهى الامانه، الحاجات اللي عجبتني والحاجات اللي ما عجبتنيش، مش بس ان جنرال كلها حاجاتها حلوه جدا. اهم حاجه فيها ان هي طبيعيه. وطبعا بديكم نصيحه في النهايه ان انتوا حاولوا تستخدموا حاجات لشعركم تكون طبيعيه 100% وتكون زيرو سلفات. وطبعا هتقولي لي دلوقتي هنجيب المنتجات الحلوه دي منين؟ هسيب لكم لينك الصفحه بتاعت سيلا، صفحه الدكتوره جاكلين. طبعا ادخلوا اعملوا لها لايكات وجربوا الحاجات، بجد الحاجات جميله. واشوفكم على الف خير. كان معاكم نرمين صبري، باي باي.